مع مستر هشام في فيديو جديد. النهارده هنتكلم على الصف الاول اعدادي. القصه اللي عندكم اول فصل، فالقصه عنوانها The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea. الرجل العجوز والبحر. الرجل العجوز والبحر. مؤلف القصه اسمه إرنست هيمينجوي. إرنست هيمينجوي من أعظم المؤلفين في القرن العشرين، وأخذ جائزة نوبل. ومن أهم القصص بتاعته The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea بتتكلم عن سانتياغو بطل القصة اللي هو رجل العجوز. بتتكلم عن مانولين الشاب الصغير اللي هو بيحب الرجل العجوز. بيتكلم عن مارلين السمكة اللي هيحاول يصطادها اللي هو سانتياغو الرجل العجوز. إن شاء الله القصة هتعجبكم بإذن الله. يبقى أول قصتنا عنوانها سانتياغو، مانولين، مارلين. إرنست هيمينجوي مؤلف القصة is one of the greatest American authors، من أعظم مؤلفين القرن العشرين. أهم القصة ليه The Old Man and the Sea. طبعا المنطقة كلها فين ديت؟ كوبا. كوبا موجودة في أمريكا، منطقة كلها مليئة بالأسماك وفيها بحر اللي بيحب يصطاد منه مين؟ سانتياغو. وليه صديق صغير بيحب سانتياغو اللي هو مانولين. والسمكة اللي بيحاول سانتياغو يصطادها اسمها مارلين. يبقى ثلاثة مرتبطين مع بعض. سانتياغو The Old Man هو الرجل العجوز. A clever fisherman صياد ماهر. He was very poor فقير جدا. He loved the sea and nature هو بيحب البحر والطبيعة. يبقى clever fisherman. He was very poor. He loved the sea and nature. كده انتهينا من سانتياغو اللي هو The Old Man. بعد كده مانولين A young boy ولد صغير who loved سانتياغو very much بيحب سانتياغو. وهنعرف ليه الولد بيحب سانتياغو، عشان سانتياغو بيحكي له قصص عن افريقيا، عن السحالف، عن الباسبور اللي بيحبها مانولين. يعني الولد ليه بيحب سانتياغو؟ عشان بيحكي له حاجات هو بيحبها. عشان كده والد مانولين ما بيحبش سانتياغو عشان راجل عجوز وممكن الواد يموت منه في البحر، فعشان كده ما بيحبش ان مانولين يصاحب سانتياغو. سانتياغو يحاول يصطاد سمكه كبيره اللي هي مارلين. مارلين a wonderful fish سمكه رائعه. a wonderful fish. it is about 5 meters long طولها حوالي 5 متر. the biggest fish in the sea من اكبر الاسماك في البحر. يبقى عرفنا موضوعنا الوقت بيتكلم عن سانتياغو ومانولين ومارلين. سانتياغو، مانولين، مارلين. والآن مع أهم الأسئلة في الفصل الأول اللي بتعرفنا إن الموضوع ازاي بيدور وازاي نحفظ أهم الأسئلة اللي بتعرفنا الفصل الأول. يعني why السؤال الأولاني why did مانولين love the old man؟ لماذا مانولين حب old man؟ because لأنه he told him stories. يبقى كان بيحكي له قصص. and talked to him وبيتكلم معاه about baseball وبيتكلموا عن لعبة الباسبول. السؤال الثاني what animals did the old man see when he went fishing؟ ما الحيوانات اللي كان الاولد مان بيراها لما يجي يصطاد؟ He saw turtles and birds. turtles يعني سلاحف، birds طيور. What did Santiago and Manolin talk about in the evening؟ كانوا بيتكلموا مع بعض ايه في المساء؟ They talked about baseball بيتكلموا عن لعبة باسبول. and Santiago told him stories about Africa وكمان بيحكي له قصة عن أفريقيا. How did Manolin help the old man
كيف مانولين كان بيساعد الرجل العجوز؟ هي كانت سينجز بيشيلوا الاشياء بتاعته for him and helped him with his boat وبيساعده في المركب. Where did the old man sail؟ أين أبحر الرجل العجوز؟ كان بيبحر يروح فين؟ He sailed far at the sea في مكان بعيد في البحر because he thought he could find a big fish عشان يصطاد سمك. يبقى دلوقتي كل تفكير سانتياغو يبيع أسماك ويصطاد سمكة كبيرة عشان يجيب فلوس. ليه؟ عشان he was a poor man هو رجل فقير. اللي خلى مانولين يحب سانتياغو بيحكي له قصص ويتكلم عن افريقيا ويتكلموا عن الباسبول عن الحاجات اللي هو بيحبها. اسم السمكه ايه؟ مارلين، قلنا سمكه كبيره. يبقى ده الفصل الاول. طبعا عارفين ان سانتياغو he was a patient man، patient رجل صبور، فعشان كده he wanted a lot of money عاوز الفلوس because he wanted to a rich man عاوز يكون رجل غني. وكده انتهينا من الفصل الاول، وان شاء الله يكون عجبكم ويتم المشاركه عليه. See you soon with Mr. هشام. The next time.